النهارده هنتكلم عن موقع مهم جدًا، جدًا وهتشكروني عليه، وهاقول لكم ليه هتشكروني عليه، لإنه أولًا هو مجاني، دي طبعًا حاجة حلوة جدًا. تاني حاجة إن هو بيدّيني فيديوهات، بيدّيني sound effects، بيدّيني music، والحاجة الأهم والمختلف عن أي web site تاني إن هو بيدّيني template أشتغل عليها، سواء الtemplate دي عايزاها للPremiere، عايزاها للAfter Effects، Final Cut، DaVinci Resolve، كل الحاجات دي بيدّيها لي وبشكل مجاني. فتعالوا مع بعض نعرف اسم الويب سايت ده، ونعرف كمان إزاي نعمل download ونوصل للحاجة اللي إحنا محتاجينها، ونشوف الكم الهائل اللي هو بيديه لنا مجاني. دلوقتي أهو الويب سايت بتاعنا اسمه Mixkit. طيب إيه الحاجات اللي هو بيقدّمها لي؟ بيقدّم لي فيديو، بيقدّم لي music، sound effects، template. طيب كل حاجة هنفتحها مع بعض وهنشوف دلوقتي إيه الoption اللي موجود فيه وإيه الحاجات اللي بيقدّمها لي. أولًا هنفتح الفيديو أهو، تمام، ممكن أعمل search من هنا أو ممكن برضه أفتح من خلال الحاجات دي، وهكذا الحاجات دي من فوق. طيب وبعدين؟ لو أنا دلوقتي فاتحة فيديو فهالاقي إنه مكتوب لي هنا videos، وبعد كده هالاقي new، هالاقي backgrounds، هالاقي حاجات vertical، حاجات nature، حاجات lifestyle، animals، food، transport، more videos. فتعالوا نشوف مع بعض. لو أنا مثلًا قُلت له new فهيجيب لي الفيديوهات اللي هي الجديدة، ولو تلاحظوا إن هي 4K يعني quality عالي جدًا أهو، حاجات مجانية وجديدة. طيب عايزة حاجة تنفع كbackground أهو، هاضغط هنا جايب لي حاجات تنفع background أهو، حاجات برضه 4K وحاجات حلوة أوي. بُصّوا دي مثلًا ساعة، هي طبعًا بتتحرك بس هو تقريبًا دي مشكلة في النت أو حاجة، أهو. ف تمام، يعني كل دي فيديوهات عامةً يعني، بس هو ممكن يكون دي حاجة في النت. شايفين بقى عدد الصفحات اللي عندي اللي أنا ينفع أقلِّب ما بينها واختار بس في الbackground اللي أنا فتحتها دي؟ يعني شايفين كَم الصفحات دي على بس الbackground. طبعًا غير الnew غير الvertical أهو، بصوا فيديوهات برضه كتير أوي. طبعًا ينفع إن أنت تمنتج عليها وتمشّي إيدك فيها كده، أولًا دي مجاني، وثانيًا لو تلاحظ نفس الشخصيات أهو مدّيني مثلًا من كذا زاوية أو شوت مختلف أو أيًا كان، تقدر إن أنت تدمجهم وتمنتج كده ما بينهم وتشوف مستواك وتطوّر من نفسك. في عندي الnature أهو، لو عايزة حاجة sky اللي هو السما أهو. بُصّوا حاجات كتير أوي، سما، شمس، التلج، البحر، الورد، أي حاجة، كل الحاجات دي كلّها أول ما تفتحها يعني مثلًا أهو، أي حاجة هتدوس عليها أهو، بيجيب لك حاجات كتير ليها أهو، غير الصفحات بقى اللي جواها، ده عنصر واحد، يعني مثلًا الnature أهو، عنصر واحد اللي أنا ضغطت عليه اللي هو الwater، طلّع لي كل الحاجات دي وأهو صفحات تانية، فطبعًا تقدر تقلِّب ما بينهم وتشوف أهو. بصوا المناظر الطبيعية إزاي، وبصوا الquality والدنيا دي عالية إزاي، وبصوا عدد الصفحات، فتقدر تقلِّب ما بينهم وتشوف. بعد كده عندنا lifestyle أهو، لو مثلًا عايزة people، عايزة ناس أهو، أهو، وعندي برضه الصفحات، عايزة مثلًا يبقى فيها music، فيها رقص، فيها business، مثلًا couple، woman، امرأة، أيًا كان، عايزة مثلًا عن عيلة أهو، هيجيب لك أنشطة كتير لعائلات أهو. وحاجات quality زي ما قُلت لك، وبُص أهو عدد الصفحات. بعد كده لو أنا عايزة حاجات تخُص الحيوانات أهو، مدّيني حاجات كتير، محتاجة حاجات تخُص الأكل أهو، مثلًا أي حاجة، أهو مثلًا بُصّوا الخضروات أهو، وطبعًا ينفع أقلِّب وعندي كل الحاجات دي ينفع أشوف منها واختار الحاجة اللي أنا عايزاها. يعني بُصّوا هو مجاني وبيدّيني حجم الاختيارات إزاي، بُصّوا، وكل اختيار ليه حاجات كتير. طيب عندي بعد كده أهو الtransport اللي هي الحاجات اللي هي النقل أو وسائل المواصلات، لو مثلًا عايزة حاجة فيها طيارة أو أيًا كان أهو،
كل دي فيديوهات، تمام. عندي حاجات تانية اللي هي more videos، ممكن مثلًا تختار حاجات تانية، حاجات تخُص الكريسماس، حاجات مثلًا رومانسية، حاجات funny، حاجات drone. بُصّوا الdrone كمان اللي هي الطيارة اللي بتصوّر أهو، عندي مشاهد أهو مختلفة، بُصّوا متصوّرة من فوق إزاي. هو هتلاقي بس Envato هنا ده موقع بيدّفع له، يعني Envato غير الMixKit اللي إحنا بنتكلّم عليه، ده موقع تابع للموقع بتاع Envato، يعني MixKit تابع Envato، بس Envato بيدّفع له. طبعًا هو بيقدّم حاجات أكتر من كده برضه بكتير، بس بيدّفع له. لو أنت ما عندكش مشكلة من حاجة زي كده وده هيكون بيخدمك في شغلك وحابب إن أنا أتكلّم عن Envato، فما عنديش مشكلة، اكتب لي في الcomments وأنا هاكون باعمل ده. فدلوقتي أهو أول حاجة عندنا الفيديوز وزي ما شُفنا كده، بعد كده ندخل على القسم بتاع الmusic أهو، هو بس بيحمّل معايا أهو الشريط من فوق، عندي كَم هائل، يعني بصراحة بيدّيني حاجات كتير أوي. بُص أهو، كل دي موسيقى، تمام. ومش بس كده، ده أنا كمان عندي إن أنا ينفع أختار نوع الموسيقى اللي أنا عايزاها، موسيقى للأطفال، حاجات كلاسيك، حاجات funk، حاجات اللي هي موسيقى الجاز، حاجات كده كتير أوي. عندي الmood، ممكن أختار الmood إن أنا عايزة حاجات تبقى happy، محتاجة حاجات حزينة، حاجات aggressive، حاجات مثلًا dance أهو. بُصّوا كل دي، كل option أنا أو كل اختيار أنا باضغط عليه فبيدّيني عدد كتير جدًا من الموسيقى. يعني مثلًا أهو لو عايزة أختار جيتار، محتاج أختار حاجة موسيقى اسمها chill. بُصّوا كل الحاجات دي أهو، يعني دي اللي بيفتحها لي بس أول ما باضغط إن أنا عايزة موسيقى أهو. لكن طبعًا مع كل حاجة من ال3 حاجات دول بيدّيني الموسيقى مختلفة أو كمية تانية أو عدد تاني من الموسيقى غير اللي ظاهرين. طيب علشان أعمل download أهو باضغط على السهم ده كده أهو، بيعمل لي download للموسيقى دي. سيبك إن هو بيعلن لك عن Envato فما فيش مشكلة، تمام. أهو أي حاجة وبيعمل download معايا على طول وينفع أستخدمه. طيب أي موسيقى من دول مجاني وأي حاجة مجانية، هكذا الفيديو، تمام. علشان إن أنا أعمل له download مثلًا ده هاضغط عليه، بعد كده هيجيب لي إن أنا ممكن أنزّله كHD اللي هو 1080 في 720 أو أنزّله Full HD أو أنزّله 4K، وفي كل الحالات كاتب لك download free HD ready video. كل الحاجات أهو إن أنت ينفع تنزّله مجاني أهو. لو عملت كده، عملت كده أهو، علشان بس هنا لمّا كنت واقفة على دي فكان كاتب لك free HD، لكن لو دوست برضه على 4K هتلاقي free 4K فيديو، فتقدر تضغط على download على طول هتلاقيه أهو. أضغط في حتة فاضية يشيل لي الإعلان بتاع Envato وأهو بيعمل download. فكده عرفنا الفيديو باعمل download منين والmusic هكذا، وعرفت كمان إن أنا أختار نوع الموسيقى والmood والآلة اللي أنا محتاجاها أهو من الحاجات دي. بعد كده عندي sound effects هاضغط عليها. بصراحة أنا شُفت كل الحاجات دي قبل كمان ما أكون باعمل الدرس ده أكيد. بُصّوا كَم حاجات وsound effects خطيرة، يعني بجد مش عارفة ممكن نحتاج إيه برّه الموقع ده بأمانة. يعني مثلًا عندي كل الحاجات دي أهو، أصوات مثلًا حيوانات، مواصلات، أصوات بشر، مثلًا حاجات funny أيًا كان، حاجات من الطبيعة، حاجات تنفع كtransition زي الووش وزي الzoom وزي كل الحاجات دي أهو. يعني هو أولًا بيدّيني الكام حاجة دول أول ما باضغط على الsound effect أهو. يعني بُصّوا دول أول بس ما ضغطت إن أنا عايزة sound effects، لكن طبعًا ينفع أختار كل حاجة أو كل اختيار من دول أهو. بُصّوا لو عايزة أعمل حاجة cinematic، impact، حاجة spin، حاجة swip، whoosh، أو مثلًا عايزة أعمل حاجة اللي هو الslide أو الglitch، كل الحاجات دي بُصّوا مثلًا لو دوست على glitch هيدّيني أهو. شايفين دي كلّها sound effects مختلفة للglitch بس، يعني متخيّل؟ غير طبعًا كَم الأوبشنات اللي هنا، وأهو كل حاجة فيها بُص، حاجات للنار، حاجات للمطرة، يعني حاجات كتير جدًا، جدًا. بُصّوا مثلًا لو الwood الخشب أهو، بُصّوا كل ده لصوت تقطيع الخشب وحاجات مختلفة، وحاجات بقى كتير أوي
يعني لو قعدت أقول لكم عليها ونفتح واحدة، واحدة مش هنخلّص، ويبقى حجم الدرس يعني أو مدة الدرس طويلة أوي. فبُصّوا أهو، اللي هي الMore فتح لي إن أنا ممكن أعمل intro، أعمل حاجات للبوليس، حاجات tools. يعني لو فتحتوا الtools دي أنا جرّبتها، والإزاز وكل الحاجات دي هتلاقوا حاجات كتير أوي. تعالوا بقى نشوف الtemplates. أول ما باضغط هنا أو باقف على كلمة templates بالاقي Premiere Pro، After Effects، Final Cut Pro، DaVinci Resolve. طيب هاعمل إيه؟ هاضغط مثلًا على Premiere Pro أهو، أنا نسيت أقول لكم sound effects بننزّلها منين، زيها زي الموسيقى أهو، باضغط كده بينزل على طول عندي، تمام. لكن خلّينا للtemplates أهو، بُصّوا مثلًا ينفع أستخدم ده template للPremiere أهو، حاجات أهو، أهو. طبعًا مش دول بس، يعني بُصّوا أهو كل دول ومش دول بس، لكن ينفع حاجات تعملها كintro أو تبقى opener يعني تبقى من البداية أو كبداية. عندي transitions، عندي titles، عندي لو عايزة أعمل logo اللي هو insert، slide show، call outs، Instagram، يوتيوب، tags. بُصّوا بقى حاجات برضه 3D، حاجات اللي هي الأسهم، كل الحاجات دي شايفين كَم الحاجات كتير جدًا، ده بس في الPremiere. لو جيت مثلًا قُلت له عايزة After Effects أهو، هيدّيني الtemplate بتاع الafter effects أهو، وكمان عندي كل الحاجات دي والأوبشنات اللي أنا ينفع أختار ما بينها. عايزة أعمل download هاضغط عليه كده وهاقول له download free template، هاضغط عليها هالاقيها أهو على طول بيعمل لي download. وده ببساطة موضوع درسنا النهارده. زي ما أنتم شُفتوا موقع رائع جدًا مجاني، بيدّيني حاجات كتير أوي وحاجات مختلفة، وبصراحة كل الoptions اللي فيه كتير أوي على إن هو يكون مجاني. فأنا يعني مش محتاجة إن أنا أستخدم أي حاجة تاني جنبه. ولو حابب تعرف عن Envato زي ما قُلت لك اكتب لي في الكومنتات وهاكون باعمل درس تاني عنه. وأتمنى يكون الموضوع وصل لكم بشكل مبسّط، وما تنساش تقول لي رأيك في الكومنتات، واعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصل لك كل الفيديوهات التانية الجديدة.